أبو أحمد، أبو أحمد، هي قد فذت الشمس. صباح الخير أبو أحمد. أنا أقول لك طلع جمان وهذا أبو أحمد صاحبك. أبو أحمد صباح الخير. من أنت؟ صاحبك يا أبو أحمد. من أنت؟ باي كلمة السر. باي ثانك يو. ساعدك. أنا قلت له أقول لك عايز أرجع وراسي بعد حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استعذني. مالك؟ شو بيبك؟ صح. هذا هو برزاق. صورني أنا أشتي خضار لبنيامين تدياه. لا عاد بنرقد من أمس ولا ما قدرنا نرقد. أول شيء من الأحرار حق 26 سبتمبر والجمهوريين، وبعدين جانا خبر إنه حسن نصر الله، والحين في خبر هناك قال لنا محمد عبد السلام من العمانيين أبلغوا بأن البريطانيين والأمريكيين والإسرائيليين قالوا إذا لم نتوقف سيقومون باغتيالنا. نقول لهم تقتالون ما فعلنا بكم، احنا لازلنا الحليف النظيف العفيف لديكم من تحت الطاولة، واتفقنا بأن الشعارات التي نقول الله الموت لأمريكا الموت لإسرائيل ما هي إلا دغدغا لمشاعر اليمنيين لكي نحشدهم إلى 70. واسألوا المخابرات والكونغرس مطلعين على هذه الأدبيات التي كانت بيننا. فهل قتلنا إسرائيلي حتى تقوموا بتصفيتنا؟ فهل قتلنا أمريكي؟ لا زالت السفارة الأمريكية هي شامخة شموخ الجبال بعد أن فجرنا بيوت الله ودور القرآن ومنازل خلق الله، وخلينا السفارة الأمريكية شامخة ما يمكن أحد يضرها بسوء. هل هذا جزاءنا؟ نحن أوفياء معكم وأحذي من الأصل الطبي لأجلكم. قسما بالله لو تفتشوا أينما فتشتم لا تجدوا من يخدمكم مثلنا. كم قتلنا من حفاظ كتاب الله، كم فجرنا، وكم خليناهم يكرهوا الرسول بالرنج الأخضر، خلينا الناس يلحدوا بسببنا، خلينا الناس يكرهوا الله، سمينا نفسنا أنصار الله وقتلنا خلق الله. ما عاد به من خدمة مقرش نريد أن نخدمكم بها. وهذا حسن نصر الله، مدري أنتم قرحتوه أو يمكن أنهم ضغطوا عليها الذي ولا هو كان هو شهيد العمود، لكن احنا ما فعلنا ولا غثيناكم بشيء. إذا المفاوضات بينكم والخلاف بينكم أنتم وإيران فلا تقوى الله في الحديث حقكم أنتم بالطرفين. احنا الحين في ذمتكم يوضح لكم اننا قد نهانا بنجلس ادور لي اين تخبى. فيا بنيامين نتنياهو ياهو اشترك الامور عندي، وصلوه لبنيامين وقولوا له يتقي الله فينا فنحن خدما له، وخلاص وسلامة.